في العصر اللي احنا فيه فكرت قبل كده ازاي المشاريع بتشتغل بشكل سلس، كل حاجة فيها بتبقى مظبوطة قوي. والقصة دي بتحتاج قوة خفية بتضمن الاتصال المتكامل من غير ولا غلطة. الهيراركي او التسلسل الهرمي للسويتشات بيظبط ويراقب الترافيك بتاع الداتا جوه الشبكة بتاعتك، ومجموعة السويتشات دي هي البطل الخفي اللي بيساعد البيزنس. فخليك معايا عشان هنكتشف الدور المحوري اللي بيقوم بيه الكور والديستريبيوشن والاكسس سويتش في الهيراركي ده، عشان دول عاملين زي مراقبين الملاحة الجوية. مش بس مهمين ان يحافظوا على الشبكة، لا كمان بيعززوا قدراتها بشكل كبير. تخيل كل ضغطة زرار على الكيبورد او تفاعل ديجيتال هو عبارة عن نغمة، النغمة دي بتعزفها السويتشات في سيمفونية اسمها الداتا. والسويتشات قاعدة بتعزف في الهيراركي بتاع النتورك بحيث ان هي تضمن ان الترافيك بيمشي بشكل سلس من اول ضغطة اليوزر لحد استجابة السيرفر. في قمة الهيراركي هتلاقي الكور سويتش، وده بيتعامل تقريبا مع كل البيانات وممكن تعتبره هو البوابة الخارجية بتاعت الشبكة. وبعد كده هتلاقي الديستريبيوشن سويتش، وده عامل زي الوسيط ما بين الكور وما بين الاكسس، وكمان بيساعد في تنفيذ البوليسي والسكيورتي اللي عاملاها الشبكة. فأسفل الهرم هتلاقي السويتشات الأكسس، والسويتشات دي مسؤولة عن توصيل الأجهزة زي البرنترات والكمبيوترات وغيرها، وهي بتدير تدفق الداتا لوكالي. فهم الهيراركي ده مهم علشان نعمل ديزاين مظبوط للشبكة بحيث إن هي تقدر تستجيب للمتطلبات الحالية وكمان المستقبلية. والسويتشات بتيجي بأشكال مختلفة لتلبية احتياجات متنوعة. أول حاجة المانجد سويتشز، السويتشات ديت مدارة بشكل كبير بحيث ان هي تديك تحكم في النتورك، وديت مناسبة للي عايز سوبرفيجن مفصل على الشبكة. تاني حاجة السويتشات الانمانجد، ودي سويتشات بسيطة بتيجي من غير القدرة على التعديلات المستمرة، ودي بنقدر نستخدمها للشبكات البسيطة الصغيرة جوه المكاتب الصغيرة او لو في منطقة صغيرة معزولة عن الشبكة. تالت حاجة السويتشات السمارت مانجد، ودي بتيجي بتحكمات متوسطة بحيث ان هي تكون مانجد وفي نفس الوقت مش غالية زي السويتشات الفول مانجد. والثلاث انواع اللي انا قلتهم ممكن تيجي بي يو اي بحيث ان احنا نقدر نوصل الداتا والباور في نفس الوقت للاجهزه. واشهر الاجهزه اللي بنحتاج فيها القصه دي هي كاميرات المراقبه والاكسس بوينت. اختيار السويتش المناسب بيعتمد على فهمك لمتطلبات الشبكه عندك وايه الدور اللي هيعمله السويتش ده بشكل محدد. فالحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتختار السويتش هو ايه الترافيك المتوقع، وايه السكيورتي اللي انت محتاج تنفذه على الشبكه، ومدى التوسعات في النتورك في المستقبل. مع تقدم التكنولوجي محتاجين نطمن ان الشبكة بتاعتنا متكيفة مع المتطلبات الحاضرة وكمان مع الابتكارات المتقدمة اللي كل شوية بنشوفها وهتحصل في المستقبل. وده بيتطلب تخطيط وتركيز عشان نحافظ على البنية التحتية وعلى كفاءتها وعلى التوسعات المستقبلية. يا رب الفيديو يكون مفيد ليك ويكون ساعدك في انك تخطط وتعمل ديزاين للشبكة وتختار السويتش بشكل صحيح. بس رحلة التعلم مش بتنتهي هنا، فلو عندك استفسار او محتاج نصيحة ممكن تسيبها لي في التعليقات، انا هنا عشان اسمع واساعد. ولو عجبك المحتوى ومحتاجني اعمل كونتنت شبه كده عرفني برضو في التعليقات. دعمك ليا محفز علشان تبقى مطلع على احدث التكنولوجيا الخاصة بالشركات. واشوفك الفيديو الجاي.